السلام عليكم، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. لو سقعانين كده وجعانين وعايزين حاجة حلوة كده تاكلوها، تكون سريعة وتكون موفرة وكمان ما تاخدش مجهود منكم، تعالوا مع بعض نعمله النهاردة الشعرية باللبن. احلى حلا ممكن تاكلوه بالليل، يشبع ويدفي في الجو اللي احنا فيه ده، وكمان سهل جدا في تحضيره. بكل سهولة هنعمل مع بعض احلى حلا. حطوا اللايك وتعالوا نشوفوا عملته ازاي. جبت الطاسة، حطيت فيها معلقة من الزبدة او السمنة على حسب الموجود عندك. هي الطاسة دي هنحضر فيها كل الحلا بتاع النهاردة. جبت نص كوباية من الشعرية او حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. انا هعمل طبقين كده زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو، يعني بولتين كده صغيرين. جبت نص كوباية. اول ما بنزل فيها الشعرية اهم حاجة تكون سخنة، يعني تكون بتعمل فقاقيع كده اول ما نزلت الشعرية زي ما انتوا شايفين. الاول كده اختبرتها بكام واحده، لقيتها لسه، سبتها لما تسخن شويه وبعد كده نزلت عليها الشعريه وابتديت ان انا احمر فيها زي ما انتم شايفين كده. هبتدي احمرها عشان تديني اللون الذهبي الجميل ده. بصوا، اهم حاجه تبقى السمنه فيها او الزبده اللي انتوا حاطينها، يعني الماده الدهنيه تكون تلونها كلها، ما تبقاش لسه فيها يعني لون ابيض اكنها مسلوقه، عشان يبقى طعمها حلو. بعد ما خدت اللون الجميل ده، اهم حاجه ما تتحرقش اكتر من كده، يعني هي تبقى لونها لون ذهبي كده غامق سنه. بجيب بقى كوبايه ميه وببتدي ان انا انزل على الشراية بتاعتي عشان اسويها. ممكن ان انتوا تسووها جوه اللبن، بس هي صراحة لما بتتسوى بالمية صراحة اوفر واحلى. فانتوا يعني هو خفيف جدا كده بالمية. تقعدوا بقى تحطوا واحده واحده كده لحد ما تستوي معاكم. تقدروا ان انتوا تغطوها وتقدروا ان انتوا تسيبوها كده، مفيش اي مشكله. البوله دي معايا فيها سكر حوالي 3 معالق، هنزل حبه حبه على مقدار طبعا بردك الميه اللي انا هحطها فيها، عشان خاطر ما تسكرش مني جامد او تقل السكر بتاعها. كل شويه طبعا بدوق. تجيبي بقى كوبايه ميه تخليها جنبك كده، وكل ما تلاقيها شربت الميه تزوديها شويه ميه كمان لحد ما تستوي كلها. هتشوفوها دلوقتي. وكمان لحد ما تستوي كلها والميه اللي فيها كمان تروح وتنفش كده وتدينا كميه اكبر. سبتها بقى كده على نار هاديه لحد ما تستوي مع نفسها. بوريكم انا بزودها كل شويه ميه، ما حطيتش ميه وخليتها تتسلق فيها. بزودها كده كل شويه ميه وشويه سكر، ميه وشويه سكر. شايفين؟ بقول لكم ان انا خلصت عليها حوالي كوبايه ونص من الميه. هي بتاخد ميه كتير، يعني حوالي هي نص كوبايه شعريه خدت كوبايه ونص من الميه، بس واحده واحده، ما حطيتهمش كلهم على بعض. زي ما انتم شايفين التكنيك ده في التسويه بيكون الصراحه يعني احسن من انت تحطي ميه كتير وتسيبها تسلق فيها. بتحسي ان هي نفشت مره واحده كده، وبتبقى يعني مش مديه قوام حلو يعني في البق وانتوا بتاكلوه. بتحس ان هي بقت شبه الجيلي كده. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقدمها وهي كده. يعني ممكن تقدروا ان انتوا تاكلوها زي ما هي كده. جبت بقى البولتين اللي انا هقدم فيهم، لازم تقدموها كده في حاجات تكون غويطة كده، وعشان لما نيجوا نحط عليها اللبن، وكمان تكون بولتين حلوين كده. نمسكها كده ونحطها كده في بولتين. ممكن تقدموها لضيوفكم على فكرة، لو حد جالكم على سهوة وما عندكوش حاجة في التلاجة تقدروا ان انتوا تعملوها في الشتاء. جميلة جدا. بقدمها كده يعني قسمتها كده على البولتين دول. على فكرة عايزة اقول لكم بقى على حاجة، ان دي يعني زي ما بيقولوا حلويات الطفولة بالنسبة لي. ده كان احلى حاجة بحبها وانا صغيرة. هنا بقول لكم بقى اني ممكن تعملوها زي ما هي كده، ما تحطوش عليها لبن. يعني هي كده مسكرة ومستوية وطعمها جميل جدا، تقدروا تاكلوها كده. بس طبعا بتكون احسن لما بنضيف عليها اللبن. وكمان بقى لو في حته قشطه زي ما انتم شايفين كده في اللبن بتبقى تحفه. بزوقها بقى كده باي حاجه عندي، وطبعا ده اختياري جدا. تقدري ان انت تحطي عليها مكسرات، انا حطيت عليها زبيب وجوز الهند كشكل كده. كان طعمها تحفه بجد. مش عارفه مديها على الكنافه ليه لما حطيت عليها الزبيب وجوز الهند، بس الصراحه طعمها جامد جدا. ان شاء الله تعجبكم. حاجه سريعه وفيديو سريع كده، قلت يعني عشان الشتاء اللي احنا فيه ده
لو ناسيينها تفتكروها، وانا بحبها جدا من وانا صغيرة، وليا ذكريات كتير قوي معاها. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان اكون خفيفة عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللايك لو اول مرة بتشوفوني، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس على كل. باي باي، مع السلامة.